السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه. وصفتنا جميلة وخفيفة واقتصادية. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعليهم ذرة ملح وذرة سكر، يعني معلقة كبيرة من السكر وعليها معلقة أو نص معلقة صغيرة من الملح. بقلب المقادير الجافة دي كلها مع بعضيها، وبضيف نص كوباية من الزيت وكوباية من الحليب، كمان نص كوباية من المية، وهبدأ أقلب وعجنها كويس قوي. لما الاقيها محتاجة طبعا بضيف لها مية، بس بالتدريج عشان العجينة ما تطراش مني قوي، متبقاش طريه يعني قوي. زي ما انتوا شايفين كده بنضيف الميه بالتدريج، وهنبدا نعجنها بايدينا عشان نقدر نلم العجينه في ايدينا شويه. عفوا. زي ما انتوا شايفين كده انا عايزاها عجينه تكون طريه شويه وبتلزق في ايديا، مش عايزاها تبقى سميكه او تخينه، عشان تبقى سهله معايا في الفرد. كده انا بشوفها كده تمام، هي مش محتاجة اي حاجة تاني. ببدأ ادهن ايديا بقى زيت والم العجينة عشان ما تبقاش ملزقة في ايديا وفي الطبق. اهي كده انا حطيت نقطة من الزيت على ايديا. زي ما انتوا شايفين كده لميت العجينة بتاعتي بحبة من الزيت، وهسيبها تستريح لمدة ربع ساعة بس. اه، هريح العجينة بتاعتي لمدة ربع ساعة عشان اقدر اقطعها الكور وتبقى سهلة معايا في فردها. هبدأ كده اجيب معايا قطاعة او اي مشمع يكون نظيف عندك، ادهني حبة من الزيت دهنة خفيفة، وهبدأ اقطع عليه. لازم طبعا ننظف المكان حوالينا كده. هبدأ كده ادهن ايديا بحاجة بسيطة من الزيت، واقطع الكور دي واقطع العجينة اقصد لكور صغيرة. طبعا الفترة اللي فاتت دي طبعا وحشتوني جدا جدا، وغيابي كانت لي أسباب كتيرة طبعا. ربنا يا رب ما يرمينا في ضيقة أو في شدة. الحمد لله عدينا المرحلة على خير ورجعنا نشوف حبايبنا تاني وأصدقائنا. كده طبعا ال4 كوبايات دقيق ادوني برضو كمية مش وحشة. آه، هبدأ دلوقتي طبعا اجيب النشابة بتاعتك او اي حاجة انتي بتفردي بيها. طبعا كده 10 دقايق بالظبط، وهبدأ اخد واحدة ورا التانية هفردها بالنشابة زي الفطيرة كده، زي الرقاقة الصغيرة. بس بحاول ان انا ما رققهاش قوي لان انا هعملها على هيئة ساندوتش كده هو حلو. طبعا الوصفة دي يا جماعة تنفع معاكي في المدارس، تنفع معاكي فطار، تنفع معاكي غدا، تنفع معاكي عشاء، زي ما انتي تحبي طبعا، وحسب وقتك والوقت اللي يناسبك ممكن تنفذيها.
انا طبعا حطيت الطبق اساوي بيه بقطعة الفطير او بقطعة البيتزا عشان تطلع معايا الفطيرة تكون شكلها متساوي طبعا كده وحلو، والحروف بتاعتها تكون كلها حجم واحد اهي. هنعمل واحدة كمان. معلش انا بعتذر عن الصوت بس عشان انا كنت واخدة دور برد، فمعذرة يعني لو الصوت مش واضح شوية. طبعا هنا كبرتها شوية المرة دي اهي. طبعا حبايبي بأي حاجة عندنا في البيت ممكن نعمل وجبة كده جميلة وحلوة، وهتبقى تغيير برضو في بيتك وفي مطبخك. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما خلصت الكمية ببدأ احط صينية على النار كده، وابدأ اسوي الفطير بتاعي اللي انا عملته واحدة ورا التانية على نار ما تكونش هادية قوي عشان ما تنشفش مني. انا عايزاها تستوي بسرعة وفي نفس الوقت تفضل تحتفظ بالطراوة بتاعتها. بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده ببدأ اسوي الفطير بتاعي كله كده. انا هبدأ اعمل الحشوة اللي انا هحشي بيها الفطير او الساندوتش اللي انا هعمله. معايا حبة من البصل، ضفت عليهم فصين من الثوم مفرومين. طبعا لو عندك مثلا فلفلاية او حاجة، انا حطيت هنا فلفل حار، هي حتة فلفلاية واحدة بس كده تحلي الطعم وتخليه جوسي شوية وتخليه سبايسي. ضفت عليها طبعا طماطم وفلفل اخضر، اي خضار عندك ممكن تستخدميه في الوصفة دي، اي خضار، اي نوع خضار عندك. جبت هنا 3 حبات من البطاطس سلقتهم وهرستهم، ضفت عليهم الخليط اللي انا عملته مع حبة من الشبت او البقدونس المفرومين. شايفين بقى الفطير اللي انا عملته؟ شايفين طري ازاي وجميل؟ تقدري تتحكمي فيه زي ما انت عايزة، حبة من الكاتشب او من الصلصة زي ما تحبي. هضيف جبنة موتزاريلا الاول، معلقتين او معلقة من الحشوة بتاعتي اللي انا عملتها، وهقفل الساندوتش بتاعي كده اهو. ساندوتش كده جميل ومدعم بالبروتين وفيتامين وبتاع الخضار كله. الفيتامين بتاع الخضار كله هتلاقيه في الوصفة دي. مفيدة جدا طبعا وصحية لأولادك، وتبقى حاجة نظيفة عاملاها في بيتك ومضمونة. كده واحدة ورا واحدة بنفس الطريقة لغاية ما أخلص الكمية اللي عندي كلها. زي ما احنا شايفين كده بالجمال والحلاوة دي اهو. كده هبدأ حبة من الزيت، مش كتير طبعا، وهبدأ أقلي الفطاير اللي أنا عملتها. هديها تشميعة خفيفة كده في الزيت، أنا عايزاها تاخد بس معايا لون ذهبي. أنا الحشوة بتاعتي كله عندي مستوي، الحشوة بتاعتي مستوية والفطير بتاعتي مستوية، فأنا هديها تشميعة بس عشان تاخد لون وتاخد قرمشة من بره. زي ما انتوا شايفين كده هو بتاخد معايا اللون الذهبي الجميل، وبتديني قرمشة فظيعة وخطيرة جدا. طعمها ما اقولكمش، وريحتها كانت رهيبة رهيبة، جايبة لاخر الشارع. شايفين كده اللون الحلو ده؟
نحاول ما نزودش اللون عن كده تاني، هي كده حلوة قوي اهي، واحدة ورا واحدة لغاية ما اخلص الكمية اللي عندي كلها. طبعا بتخلص من الزوايد اللي هي ممكن تقع منك من جوه الساندوتش طبعا، عشان ما تتحرقش وتدخل في الساندوتش اللي بعده كده اهو. تشميعة بسيطة جدا ومش هتاخد معاكي اي وقت. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ يلا كده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.